اسمع هالرواية تستانس عليها، خوش رواية يعني ترتاح منها. عن وهب ابن منبه. وهب ابن منبه إن هذا أحد الأعمدة لروايات الإسرائيليات. في قصة عوج ابن عنق. من هذا عوج بعد؟ أنه كان طوله 3000 ذراع. طوله 3000 ذراع. وكان يمسك الحوت، يعني يدخل البحر مثل ما واحد شنو؟ مثل واحد احنا نقول له العابر على ضلع، يعني ضلع الشكل عابر عليه. زين. وكان يمسك الحوت ويشويه في الشمس. يشيله من البحر يشويه هنا، ما ياكل الا مشوي. وأن طوفان نوح لم يصل إلى ركبتيه. شوف الطوفان اللي وصل للجبل، يا الله، يوصل لركبة عوج هذا. وإن موسى تحير وش يسوي وياه النبي موسى. وإن موسى كان طوله 10 أذرع وعصاه 10 أذرع ووثب في الهواء 10 أذرع. كم صار؟ 30 ذراع. وإيش سوى؟ فأصاب كعب عوج، بس الكعب، فأصاب كعب عوج فقتله. محمد. فكان جسرا لأهل النيل. شفت النيل مال مصر؟ خلوه جسر لهم على النيل، طوفوا عليه سنة كاملة، حمير والإبل جسر بعد. لو عندنا واحد هالشكل كان قضى علينا كثير من الحوائج. زين.